واش عمرك سمعتي بهذه الجملة؟ الدولة كتعاونك باش تشري الدار، ولكن علاش الأسعار فجأة طلعات؟ وعلاش نفس الشقة اللي كانت دايرة 25 مليون ولات كتسوى 32 مليون؟ واش فعلا الدعم كيوصل للمواطن ولا كيتضرب في نص الطريق؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي حساس بزاف، ولكن خاصو يتقال، اللي هو استيلاء بعض أو أغلب المنعشين العقاريين على الدعم اللي خاصو يمشي للمواطن. في هذا الفيديو غادي نفهموا شنو هو الدعم السكني وكيفاش كيتحول الربح بالنسبة للمنعش العقاري، وشكون هو نيت المتضرر، وانت كمشتري اشنو خاصك دير باش ما تطيحش في هذا الفخ. الا كنتي باغي تشري الدار او لا غير باغي تفهم اشنو كاين في العقار في المغرب، خليك معايا حتى الاخر. اول نقطة نبداو بها هو نعرفوا اشنو هو الدعم السكني اصلا. في الدولة المغربية قالت أنها خاصة تعاون المواطن، خاصة المواطنين البسطاء، باش يشريو السكن ديالهم، وهنا دارت لهم دعم مباشر، يعني كياخدو المشتري مباشرة كيحصل عليه من الدولة، واللي كيكون يا 7 المليون بالنسبة ليزابارتمون أو لا السكن اللي فايت 30 مليون، و10 المليون بالنسبة للسكن اللي قل من 30 مليون. هنا يعني أنه كاين تسهيلات ضريبية بحال اللي كيوقع في البرامج ديال السكن الاقتصادي. الفكرة راها فكرة زوينة، والدولة كتعاون المواطن هنايا باش ينقص الثمن ويتشجع ويدير حتى هو دارو ويتحرك الاقتصاد، والمواطن يقدر يسكن في ظروف ملائمة اللي كتحفظ الكرامة ديالو. المحور الثاني غنخصوه لكيفاش المنعش العقاري كيشد الدعم اللي خارج ليك نتايا بلا ما تحس. وباش نبسطوا الامور اكثر، خلينا نعطيكم واحد المثال اللي واقعي. اعتبروا ان واحد الشقه اللي كانت غتباع ب 25 مليون، خرج الدعم، فجاه كتلقى ان الثمن ديالها في بلاصه ما كان 25 مليون ولا 35 او 32 مليون. فهنا اشنو كيكون دار المنعش العقاري؟ كيطلع لك الثمن الاساسي او الاصلي اللي كان 25 مليون، وكيقول لك لا راه الشقه راه فيها الدعم، يعني ان الدوله اللي في الأساس خرجت الدعم ليك نتايا كتولي عاطياه بطريقة غير مباشرة للبروموتور أو للمنعش العقاري. وطبعا الفرق شكون اللي غيخلصوا المواطن من الجيب ديالو. ولكن واحد العدد الطرق اللي كيستعملوها المنعشين العقاريين، بحال أنه كيرفع الثمن قبل الإعلان عن الدعم، بحال اللي شفنا في المثال السابق. يقدر ينقص من الجودة، يعني أنه كيمشي وكيقلب على مواد بناء اللي أرخص باش يطلع الهامش ديال الربح ديالو. وكاين فيهم اللي كيجي وكيدير واحد السياسة تسويقية، يعني كيدير دعاية وكيبين فيها أنه الدعم راه بحال الهدية اللي هو مقدمها ليك، ألوغ هو راه عاطيها ليك الدولة. يعني أن الدعم هنا اش كيولي حجة باش هو يطلع الثمن، ولكن في الأساس الدولة راه خرجت الدعم باش الثمن ينقص ماشي باش يتزاد. هادشي كيخلينا نطرحو سؤال ديال شكون المتضرر من هاد الحالات. فبالدرجة الأولى أول متضرر هو المواطن البسيط اللي كيكون عنده حلم أنه يحصل على الشقة ديالو، كيحس براسو أنه رابح لأنه استفد من الدعم، ولكن في الحقيقة كيكون كيخلص واحد الشقة بثمن اللي أكبر من الثمن الحقيقي ديالها. المتضرر الثاني هو السوق، لأنه الأسعار كتبدا تطلع وتهبط فيه بدون منطق، بالإضافة لأن المضاربات العقارية أو المضاربة على العقارات كتكبر وكتكتر، لأن الناس أو لي بروموتور كيحاولوا دائما يربحوا ويزيدوا من الهوامش ديالهم الربحية. وكذلك الثقة حتى هي كتضر من هذه الممارسات هذه، لأن المواطن كيولي جالس في الوسط وما فاهم والو، ما عارفش اشنو كيوقع ليه، واش الدولة كتعاونو أو لا كتضحك عليه. وراه كاينين الناس اللي خداو كريدي على مدة طويلة، ولكن كيلقاو راسهم خلصوا فلوس كثيرة على واحد الشقة
اللي ما كتسواش داك الثمن اللي اداوه في نهاية المطاف. من بعد ما شفنا كيفاش المنعش العقاري كيحول داك الدعم اللي خارج ليك لجيبو هو، واش هذا كيعني أن كاع المنعشين العقاريين هاكا؟ طبعا الجواب هو لا، وغنقولوها بكل وضوح. راه كاينين المنعشين العقاريين الشرفاء النزهاء، كاينين المنعشين العقاريين اللي كيحترموا الثمن، وراه كاينين المنعشين العقاريين اللي كيخليو الدعم يوصل للمواطن المقهور اللي هو الدولة مستهدفاه به من الأصل. ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل كاين في غياب المراقبة، وكاين في الضعف ديال الشفافية، وكاين في أن حتى المواطن كيشارك في هذه المسألة لأنه ما كيسولش بزاف على حقه. إلا كان للأسف هذا هو الواقع، فاشنا هو الحل؟ الحل راه ماشي مستحيل وماشي سحري. الحل كيكمن في مراقبة حقيقية للأسعار من طرف الدولة. كذلك خاص يكون واحد الربط ديال الدعم بسقف ثمن ثابت، وتكون عندنا شفافية أكثر في العقود، بالإضافة للتوعية ديال المواطن وإيصال المعلومة ليه. وهنا راه كيجي الدور ديال بحال القناة ديالنا باش توصل ليك المعلومة وتكون حتى على بال. آخر محور نساليو به الحلقة اليوم هو نعطيك واحد النصائح ذهبية اللي غتخليك تحمي راسك كمشتري من أن حقك يمشي لك. فباش تستافد حقيقة من الدعم، أول حاجة تبدأ بها هو تقارن الأثمنة. شوف هاد الشقة اللي باغي تشري شحال كانت تساوية قبل الدعم وشحال ولات تساوية بعد الدعم. وما تحشمش تسول بزاف، سول على علاش الثمن هكا داير، واشنو اللي تبدل في هاد لابارتمون، واشنو اللي تزاد فيه. كذلك عندك تغرب ديك الكلمات ديال هاد السكن مدعم من الدولة، اجي وشري واستافدوا من الدعم، هاد الثمن ديالنا حنايا وراه كتخلصوا غير القد والقد زائد الدعم. هاد الكلمات راه ولات مجرد كلمات تسويقية، يعني ديال الماركتينغ كيخدموا بها المنعشين العقاريين غير باش كيديروا ستوك ديالهم ويبيعوا لك لابارتمون. وما نساوش كذلك انه راه عندك الامكانيه انك دير خبره، يعني كتجيب شركه ديال الخبره باش تقيم لك الثمن ديال هاد الشقه هادي. وكاين اللي غايقول لي طبعا هاد العمليه راه مكلفه، وفي هاد الحاله غنصحك انك تمشي تسول شي واحد اللي كيفهم مزيان في العقار. والنصيحه الاخيره ديالي ليك هي التأني وتفادي العجله. ما تزربش. الشراء ديال العقار راه قرار العمر، راه قرار استراتيجي اللي غادي يلزمك واحد المدة طويلة، تقدر توصل حتى ل 25 عام، وفي بعض الحالات حتى لأكثر. داكشي علاش قبل ما نشري نسول على راسي، نستشر الناس اللي عندهم دراية، ونستخر الله باش يوجهني دائما لما فيه الخير. وفي الختام ديال الحلقة ديال اليوم غنقولوا بأن الدعم السكني اللي دارته الدولة هو فكرة زوينة، ولكن إلا ما تراقبش كيتحول من دعم للمواطن كيولي ربح للمنعش العقاري. المواطن خاصو يوعى، خاصو يسول على راسو وما يبيعش عقله بكلمة الدعم. إلا عجبك الفيديو دير لايك واشترك في القناة، وكتب لي في التعليقات واش عمرك حسيتي براسك تضحك عليك في العقار.